السلام عليكم. كشفت مصادر إعلامية مغربية اليوم أن النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لن يشارك في حفل جوائز الكاف السنوية المقامة بمدينة مراكش المغربية اليوم. ويبدو أن صلاح قدم بعض الشروط، لكن اللجنة رفضت مطالبه، فقد فضل صلاح البقاء في إنجلترا وعدم السفر إلى المغرب. يأتي قرار صلاح المفاجئ بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها الكاف بإقصاء صديقه النجم الجزائري رياض محرز من قائمة المرشحين النهائية، والذي تعاطف معه العالم أجمع. وأوضح موقع سبورت 7 المغربي من مصادر داخل اللجنة المنظمة لحفل جوائز الكاف أن النجم المصري محمد صلاح لن يسافر لمدينة مراكش، مشيرا إلى أنه كان ينتظر الحصول على ضمانات بفوزه بالجائزة قبل السفر إلى مراكش. غير أن اللجنة المنظمة رفضت الكشف مبكرا عن هوية الفائز، وقد جعلت صلاح يتراجع عن فكرة حضور الحفل الإفريقي بعدما أيقن أنه لن يكون الفائز بالجائزة. ليقتصر التأكيد لحد الآن فقط على حضور النجم المغربي أشرف حكيمي للحفل الذي سيقام اليوم في مدينة مراكش. ولا تزال تداعيات قضية إقصاء محرز من الجائزة تطغى على الساحة الرياضية العربية والعالمية، خاصة وأن الجميع يرى أنه كان الأحق بالفوز بالجائزة نظرا للألقاب التي حققها الموسم الماضي.